السلام عليكم. فيديو اليوم شرح أفضل خطة للأسلوب المرتدات السريعة أو الكويك كونتر بالمدرب تشابي ألونزو القديم. لهذا السبب حطوا لايك واشتركوا بالقناة وانشروا المقطع لأصدقائكم حتى الكل يستفاد. قناة التليجرام بيوصف هذا الفيديو في باقي القناة، الكل يروح ويشترك فيها. وهل نقدر نوصل هذا المقطع 100 لايك؟ وأيضا لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهسه نقدر نبدأ بالمقطع. هيا انطلقنا. طبعا إخوان، هذه الخطة بوجهة نظري أنا جربت هذه الخطة وصراحة الخطة كانت جيدة جدا معي. طبعا أكيد الخطة مو 4-3-3. أول شيء إذا تريد تعمل لك الخطة تيجي هنا عشان نعمل لنا الشكل، تجيب لك 2 سي اف فوق، طيب، وتجيب لك واحد اي ام اف هنا، واحد اي ام اف اخر هنا، وتعال هذا هنا وهذا هنا. بس ثواني خلني بعد الاي ام اف شوية منا. نعم لا صار كثير بعيد. اوكي ثواني عشان نرتب بشكل صحيح، يعني مو ما في استعجال. اوكي اخوان، شبه هذه التشكيلة اللي هي تشكيلة الأربعة 2-2-2-2. هسه تقول مرتدات وشبه عرضيات بدون أجنحة، الجواب راح يكون نعم، لأن أنا عن نفسي ما ألعب عرضيات، ألعب مرتدات كثير، بس ما أعتمد بالمرتدات على العرضيات، لا أعتمد على جلتش السنطرة وأعتمد على التمريرات البينية الطويلة. طيب اخوان، طيب هسه اذا نجي لنا حبة حبة على كل مركز وايش لازم تخليه باي مركز. اول شي نبدا لنا لحظة، اول شي نجيب لنا المدرب اللي هو تغيير المدير الفني. نجيب لنا طبعا عندي ليونيل سكالوني، بس انا اكيد راح اجيب لي تشابي الونزو عشان اسلوب هجمة مرتدة سريعة. وايضا نجي هنا نجي لنا على تغيير اسلوب اللعب، ننطي هجمة مرتدة سريعة اللي هو الكويك كونتر. طيب اخوان، طيب اذا نبدا لنا بالمدافعين، اول شيء راح نبدا لنا بالظهير الايسر. طبعا الظهير الايسر لازم يكون عندك ظهير مدافع مثل ما تشوفون، اللي هو صراحه يعني عم المدافعين كوستا كورتا وعم اللاعبين المجانيين كوستا كورتا. وبالظهير الايمن عم اللاعبين المجانيين ايضا اللي هو بن وايت. وما اعرف مين اللي ما اختار بن وايت، يعني صراحه بن وايت وكوستا كورتا نقدر نسميهم افضل اظهره مجانيه في اللعب بوجهه نظري. وايضا لازم يكون الظهير الايمن ظهير مهاجم. ممكن تقلبهم، يعني مثلا الظهير الايسر يكون ظهير مهاجم والظهير الايمن يكون ظهير مدافع، عادي جدا. اهم شيء انه يكون عندك ظهير مدافع وظهير مهاجم. وناتي لقلبي الدفاع. اذا انت دفاعيا سيء خلي واحد محطم وواحد بناء لعب اللي هو الدستروير وبولد اب. بس عشان انا عن نفسي صراحه مو سيء جدا بالدفاع، لهذا مخليهم اثنينهم بناء لعب، مثل ما تشوف دي ليخت بناء لعب وفرانز بيكن باور ايضا بناء لعب. واذا نجي نرجع لنا للحارس، ايضا الحارس صراحه ذوقك، يعني يكون حارس مرمى بقدرات هجوميه، حارس مرمى عادي، او اي حارس مرمى. واذا نجي للاعبين خط الوسط، شوف انا عن نفسي افضل انه لاعب يكون مدافع، يعني واحد يكون عنده مهارات دفاعيه اكثر مثل باتريك فييرا، محطم يعني دي ام اف اسطوري صراحه باتريك فييرا. واذا نجي لاعب خط الوسط الاخر يكون بالاغلبيه انا افضل يكون اسلوبه خبير في صنع اللعب، او هذا اسلوب شو اسمه الابداع في صناعه اللعب، يعني يكون صانع لعب مو مستفيد، لاعب خط وسط جنب الدي ام اف المدافع اللي طاقاتها الدفاعيه اكثر، يكون خط وسط صانع لعب. واذا ناتي للاي ام اف الاول والثاني ايضا نفس الكلام، يكونوا ايضا صناع لعب. بس راح تقول لي ليش صناع لعب؟ عشان مثل ما قلت انا العب على المرتدات، انا لازم اروح الكره تجيه، اول ما تجيه الكره فورا ينطيك بينيه طويله توصل الكره لميسي او روماريو ويروحون يعملون فينيش اسطوري. بس يعني هذا هو السالفه. ولكن عادي جدا انك تغير وتجيب مثلا لاعب مثل اوديجارد اللي هو كلاسيكي رقم 10، ممكن ايضا تجيبه بدلا واحد من صناع اللعب. اذا عندك لاعبين صناع لعب، او اذا عندك صانع لعب واحد في مركز الاي ام اف، عادي تقدر تجيب لك كلاسيكي رقم 10 لاعب مثل اوديجارد. بس اذا عندك اثنين لاعبين صناع لعب، لا نزلهم عشان يفيدوك في المرتدات. والمهاجمين صراحة على ذوقك، تحب مهاجم سريع، تحب مهاجم الهجوم الداعم، تحب مهاجم قناص، هاي مثل ما قلت تبقى عليك. بس انا دائما العب لي ميسي روماريو، وفي الدكة انزل لي هالاند لو امبابي هذه النسخة المجانية، واحيانا هاري كين، واحيانا لاعبين اخرين. واذا نجي لدكة اللعب انت حر، من تريد تخلي خلي، اذا تريد تخلي مدافعين او اذا تريد تخلي كلهم لاعبين اوفرهم عالي عشان تقوي القوة الجماعية في تشكيلتك ايضا عادي. وبس جرب هذه الخطة واكتبوا لي آراءكم عن هذه الخطة في التعليقات، وشنو رأيكم، وهل برأيكم نعدل بالخطة؟ وإذا عندكم أي تعديلات اكتبوا لي أيضا في التعليقات. وإذا عندكم أي تشكيلات تريدون أجربها أو أي شيء أيضا اكتبوا لي في التعليقات. ولو استفدتوا 1% أنا راضي من هذا المقطع، أهم شيء إنه شخص أو شخصين يستفادون حتى لو 1%. وبس هنا وصل نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة. هل نقدر نوصل هذا المقطع 100 لايك؟
قناة التليجرام بوصف هذا الفيديو وفي بايو القناة، الكل يروح ويشترك فيها. وأيضا لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وبس، لايك ومتابعة، والسلام عليكم.